حنا هذا الشيء كاع اللي شفنا هاد الموسمين مع هذا الرئيس وطريقه السير ديالو، الانسان كيبدا عشوائي كيبقى غادي في العشوائيه. لاول مره كنشوف اسماء اللي في اللوائح كتنشر. واش يتمنى نهار جا رئيس واش تنشر اسماء والله لا، يلا يلا باغي نهضر على هاد اللعيبه هادي احمد. غريب هذا الامر، غريب جدا، ما كاينش. لان هذا باش تحط هذه الاسماء للراي العام، هذا فيها احمد، فيها نوع من التشويه. هذا باغي يشوه فوالا هادشي اللي باغي نوصل ليه. يعني كيبغي هذا الرئيس مني بدا دابا هو كيطعن في هاد المرشحين. حنا فعلا كنتظروا، وهذا حتى هو امر غريب اكثر، كنا كنتظروا ان الوداد ملي غنسمعوا رئاسه الوداد غيجيو ناس عندهم اسماء وازنه، عندهم ثقل في الدوله، يا اما رجال اعمال كبار يا اما رجال ديال الدوله، لان نادي الوداد الرياضي. والناس واحد القضيه الناس كينساوها، راه ما كنهضروش على فرع كره القدم بوحدو. الوداد راه متعدد الفروع، ماشي احادي النشاط، نادي قيمه كبيره وتاريخ كبير، ارث كبير. يعني كنتي كتنتظر رغم مع احترامي لهاد الاسماء هادو، صراحه ما كاينش حاجه كتاثيريك لهاد الناس كتبين لك بان ما ينتظر الوداد بتوج الصدور كما قال الطلالين. فهمتي؟ يعني كيبان لك الامور غادا من سيء الى اسوء. تاجيل عاوتاني دون ذكر السبب. كنا في لو 15 ولينا في لو 21. لو 21 راه ما بقى لي والو، هو الثلاث. واحد القضيه اللي مهمه عاوتاني، على البارح كان البلاغ. عرفتي شحال من بلاغات؟ عرفتي بحال داكشي كيف كوريا الافلام ديال المصري، جاءنا البيان التالي بحال داكشي، وكل نهار بلاغ. ما عرفتش حنا ما كثير البلاغات دون فائده. دابا البلاغ البارح قال لك بان هاد ثلاثه اللوائح لا تستوفي الشروط، لان كاين بعض الناس اللي في اللائحه ما منخرطينش، وعطي توزير براسو غير منخرط، اذا هذاك تيليمينا اوتوماتيكمون. السؤال الذي يطرح، واش في نهار هاد الناس غيدلوا اللوائح؟ يعني بحال قلت لي شي واحد يجي راه خصنا واحد وقفنا في بوطو، راه اللائحه هذه ما يمكنش غنجيب واحد، غنحيد واحد غير منخرط ونجيب واحد في 24 ساعه. وراه اكثر من واحد، راه مع ثلاثه ولا شحال كان قالوا عندهم أربعة عندهم كاملين عندهم مشاكل في اللوائح ديالهم. لا قلت لك شحال كل لائحه شحال خاص فيها من واحد اللي كانوا ما كما قالوا هما ما كيستجبوش الضوابط ولا القوانين. أربعة كاملين. اللي ناقصوا شو احمد، هذاك الشيء ديال المصالح، ديال المصلحه. ملي كتمشي شي مصلحه وكيقول لك ناقصك فوتوكوبي، ناقصك تامبر، تدخل دير عند الكيوسك وترجع. هذاك الشيء اللي داروا دابا، راه هادشي اللي داروا. لا يعقل. بين عرفتي ما كايناش 24 ساعه غنمشي نجيب وحدين، نجي واحد جوج انتم منخرطين تدخلوا معنا خويا اللائحه. هذا استهتار، هذا العبث، هذا التخربيق. هادشي كيبان لك بان هادشي تمييع. هذا كيبان لك انا صراحه رايي الشخصي لا انتظر شيئا من 21، ويمكن غنمشي بعيد، يمكن غيتاجل الجمع العام، لان كاينه هضره بان النصاب ما غيكونش. الناس خدامه في كولاسه. انا اللي يثير الانتباه اكثر فينا هما دوك المنخرطين اللي كانوا كيخرجوا، ما كاينين سمياتهم هنا، ما كيخرجوا. واش كديروا؟ ولا كانوا مخلصين عليكم من الخيرات؟ وخرجوا قولوا لنا، قولوا حنا مخلصين علينا، حتى كيعطيونا حتى كيديروا لنا بلاي. عرفتش كنخرجوا نهضروا؟ راه طامر شي الكره هاد الوداد دابا هي مؤسسه المنخرط. دابا كاين بعض الاقليه نزهاء ووداديين ولكن ساكتين، وداك الصمت ماشي في صالح الوداد. والاغلبيه الاخرى ماشي منخرطين، مخربقين. كيخربقوا. عرفتي شي واحد اللي ما باغيش يلعب مع الكره كيخربق، كيخسر لك اللعب، ما كيعرف يدير شي حاجه. هادشي دابا اللي واقع في الوداد، لان فين هما دوك الناس اللي كانوا كيقولوا لنا الوداد عندها الرجالات ديالها؟ فينكم الشرفه؟ فين ساكتين؟ واش تصور دابا المنخرطين كنا نتسناو غيخرجوا واحد الندوه صحفيه غيحتجوا على القضيه اللي قال قبيله محسن؟ تصور انت لحد الساعه باقا 3 ايام، نهار 3 الجمع العام، يعني 5 ايام ولا 6 ايام، ما توصلتيش بالتقريرين الادبي والمالي وساكت. وعلى الاقل كل واحد في الصفحه ديالو يخرج يقول ما ودي اللهم هذا منكر. وما توصلناش بالتقرير. اش غتناقش في الجمع العام اللي ما كنتش عندك التقرير المالي والادبي؟ الا كنتي كتعرف تقرا بعدا، واش كيعرفوا كراتين بزاف ما كيعرفوش يقراوهم، كيعطيوه ليه، كيقولوا ليه. راه مشكل كبير في الوداد. نقول واحد القضيه باش غنهضروا من بعد على الارث اللي غيخلي هذا الرئيس. دابا الاسماء واش عارفين عجين ولا ما عارفينش؟ ماشي الرئاسه هي الوداد يجي بها حرمه الله تحطوا ليه الصف الاول، ولا تقول لي انا لعبت في الوداد، حتى علي لبس التوني ديال الوداد في كادي ولا جيون كيقول لعبت في الوداد، ما لعبش قسم صحيح. مشكل كبير. راه رئاسه الوداد ماشي راه هاد الناس بينوا لينا، لا الرئيس اللي كاين ولا هادو اللي جايين، بينوا للناس بان رئاسه الوداد ساهله، بحال غنجي نشدوا شي فرقه ديال الحي وغنترينيو بها. فهمتي؟ ساهله غنسيروها. خاص ارقام، خاصك ديون باش توصل الوداد يولي ديون كتقال شفهيا. داك الشيء يكون فهمتي واقعي. ما كاينش مشروع. واش كيبان لك شي مشروع واقعي؟ انت كيفاش غتعطي واحد البرنامج دابا؟ ما عطاو برنامج وما عندهمش اصاحبي حتى حاجه تحت يديهم، ما عندهمش الديون ديال الوداد، ما عندهمش المداخيل ديال الوداد. علاش غتبني هذا المشروع ديالك وانت ما عارفش اش داخل؟ كما قال قبيله محسن، انت ما عارفش اش داخل.
بحال شي واحد قال لك الدار هذه ملي جيتي لقيتي الدار راسك اصلاح وفيها الديون وعليها كريدي